السلام عليكم. هذه أحدث أخبار اليوم وهذا عنوانها: المهنيون يتوقعون استيراد 200 ألف رأس من البقر لاستقرار أثمان اللحوم الحمراء. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في الأيام القليلة المقبلة ستتخذ الحكومة خطوات أولية لتثبيت أسعار اللحوم الحمراء في السوق المغربي. قررت الحكومة وقف ضريبة استيراد الماشية بعد شكاوي عديدة من المستهلكين والمهنيين حول الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحوم. ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما للعجول و90 درهما للحوم الضأن، بينما تراوحت الأسعار في منافذ البيع بالتجزئة من 90 درهما إلى 110 دراهم للعجول، ومن 100 درهم إلى 120 درهما للحوم الضأن. قررت الحكومة التوقف عن فرض رسوم استيراد على الأبقار الألبان المحلية لتشجيع المستوردين على توريد اللحوم الحمراء إلى السوق المحلية. استجابت لموجة من الزيادات في الأسعار في النطاق السابع 70 درهما. يهدف المشروع إلى إزالة الصعوبات التي يواجهها المستوردون المغاربة وضمان توريد هذه الحيوانات المذبوحة للسوق المحلي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيطاس في مؤتمر صحفي أن المرسوم سيسمح بتسريع استيراد الأبقار من الخارج بغض النظر عن وزنها، وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى قريبا، مؤكدا أن قيمتها تتراوح بين 3000 و 4000 درهم للفرد. وأضاف رامو في تصريح أن ملف الاستيراد يحتاج أيضا إلى أن يكون مفتوحا لجميع المشاركين من خلال كتاب تسامح مرن. من ناحية أخرى، يشكو المهنيون من ندرة المنتجات في السوق المحلية وارتفاع رسوم الاستيراد، مطالبين بفتح سبل جوار حقيقي قبل رمضان وعيد الأضحى لتعويض المستهلكين وتمكينهم من الحصول على اللحوم بسعر مناسب. وأشار عبد علي رامو رئيس الجمعية الوطنية المغربية لبائعي اللحوم الحمراء إلى أن إلغاء رسوم الاستيراد خطوة مهمة، لكن يجب أيضا إلغاء ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن ترك القضية لصالح مجموعة معينة لن ينجح، مضيفا إنه أيضا ضروري لفتح الاستيراد الأغنام وليس فقط الأبقار. وتابع الممثل الشعبي أنه بفضل الإجراءات الجمركية الجديدة سيتمكن السوق من استعادة توازنه في غضون شهر ونصف على أبعد تقرير، مؤكدا أن المغرب بحاجة إلى 200 ألف أبقار.